الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة وبسلامة كده دايما يا رب. النهاردة هنعمل السمك الجميل بتاعنا ده من غير شوي ولا قلي، بطريقة صحية وجميلة مع البطاطس الدايبة اللي زي الزبدة دي. مفيش احلى من كده ولا اروع من كده، مع الصوص الجميل اللي نازل معايا ده من السمك. مش عايزة اقول لكم على جمال الاكلة دي، هتعجبكم جدا جدا، واكلة صحية ومفيدة وكمان للناس اللي بتعمل رجيم جميلة جدا جدا جدا. شايفين لون السمك الجميل بتاعنا ده حبايب قلبي؟ لو اول مرة تنوروني وتشرفوني ما تنسونيش باللايك والشير فضلا وليس امرا. دعما منكم كده، اللايك والشير بيرفع لي القناة عشان قناتي تكبر بيكم كده ويوصل لكم كل جديد. يلا نشوف مقادير الاكله الجميله بتاعتنا. عندي هنا السمك، وعندي هنا الحاجات اللي انا هحشي بيها: جزر مبشور وفلفل الوان وليمون وبصل وطماطم وقرن فلفل سبايسي مع الكركم والكزبره والبابريكا والملح والفلفل والكمون، طبعا ده اساسي الحاجات الجميله بتاعتي دي. وعندي هنا عصير ليمونه كبيره، وعندي توم. اول حاجه هبدا بيها كده الخضار بتاعي. ما ينفعش اقطع اي حاجه سمك او لحوم قبل الخضار. طيب هنقطع الفلفل بتاعي، والفلفل ده بيتقطع كده عشوائي، صغير كبير براحتك انت، التقطيع ده اختياري ليكي انت. هقطع الفلفل بتاعي كده، فلفل اخضر. وبعد كده دلوقتي هنبدا برضو نقطع باقي الفلفل الالوان زي ما قلت لكم، التقطيع ده اختياري حسب رغبتك. الحاجات الجميلة دي كلها مفيدة جدا لينا، وكل ما تدخلي في الأكلة بتاعتك ألوان كتيرة الأكلة بتكون صحية وجميلة ومفيدة جدا لأطفالنا ولينا. حاجة كده جميلة لازم تغذي ولادك تغذية تمام، عشان طبعا احنا في امتحانات في دراسة دلوقتي والعيال يكونوا مركزين معانا. قطعت عندي هنا الفلفل الألوان، وهقطع البصل برضو جوليان كده زي ما انت عايزة، أي تقطيع على حسب رغبتك. لو في أي حاجة عايزة تشيليها من الإضافات بتاعتنا دي عادي براحتك انت، على حسب انت بتحبي ايه. بس جربي الاكله بتاعتي بنفس الطريقه وبنفس الوصفات دي، هتطلع معاكي ولا اروع. حاجه كده جميله. وزي ما قلت لكم كل الاكله ما يكون فيها بصل وثوم والحاجات دي كلها بتقوي المناعه، فحاولي تدخلي كل حاجه في الاكله بتاعتك عشان تكون مفيده جدا لاطفالنا ولينا. وزي ما قلت لكم التقطيع ده عشوائي، قطعي براحتك على حسب حريتك زي ما انت عايزه. عندي هنا شبت، وعندي هنا كرفس. حابه لو ما عندكيش كرفس شبت شغال، ولو الكرفس جميل جدا. لو عايزه تستغنى عن اي حاجه منهم تمام، انا بقول لك الحاجه دي اختياري، بس انا بديك الحاجه اللي بتعمل معانا طعم جميل جدا جدا. طبعا انا ما قطعتش الطماطم دي هتكون اخر حاجه عشان ما تعملش معايا العصاره بتاعتي. هضيف بقى كل الخضار بتاعت الجزر على الفلفل الالوان على البصل على الشبت على الكرفس، كل الحاجات اللي انا قطعتها دي على الجزر كله على بعضه. وعندي هنا معلقه كبيره من الثوم، وعندي هنا البهارات بتاعتي. هنضيف معايا هنا البهارات بتاعتي: كركم بقى، كزبره، بابريكا بتاعتي حراقه شويه جميله، كمون، فلفل اسود، عصره ليمونه كبيره. كل الحاجات دي بتخلي لي الاكله بتاعتي تحفه، وريحتها ما شاء الله ما شاء الله. الحاجه بتاعتي اديها دعكه تمام قوي. الدعكه دي بتفرق معاكي في الاكله. لما بتدعكي الحاجه كده بتخلي كل البهارات وكل حاجه تتغلغل فيها، بتطلع معاكي مفيش اروع من كده ولا احلى من كده. طبعا انا خليت الطماطم اخر حاجه، عشان انا مش عايزه الطماطم ان هي تكون عصير، انا عايزه الطماطم تكون ظاهره كده ايه، قطع معايا، لان انا لو حطيتها في الاول مع دعكه الخضار دي بتتعصر معايا. وعندي هنا نص كوبايه من الزيت، ومش عايزه اقول لكم على الريحه اللي طالعه ولا اروع من كده. حاجه كده جميله. دخلي بقى الطماطم وكل البهارات وكل الخضار مع بعضه كده، بتتكلم عن نفسها الاكله بتاعتي. شايفين؟ مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب كده عشان قناتي تكبر بيكم وتوصل لكم وصفاتي الجميله وتقدروا تعملوها. طيب السمك بتاعي انا غسلاه غسله تمام قوي، وجايبه السمكيه كده ما شاء الله كبيره. هنقطعها كده، قطعيها كده عشان خاطر تشرب من التتبيله بتاعتك الجميله ويكون شكلها حلو زي ما شفتها في الاول كده. قطعي، وبعد ما تقطعي السمك لازم اديله شطفه، بس انا حبيت اوريكم كده عشان خاطر تشوفوا الايه التقطيعه معايا. ادي السمك كمان شطفه. طبعا السمك بتاعي انا غسلاه بالملح والليمون، مش عايزه اقول لكم على جماله وعلى ريحته. على فكره الاكله دي ممكن تتعمل باي نوع سمك، انا بس بديك الفكره واقول لك. شايفين التشريح اللي فيها ده جميل؟ هنشطفها بقى ونرجع لكم تاني.
طيب جهزت بقى هنا الصينيه بتاعتي، وجهزت الفرشه اللي هتكون في الصينيه بتاعتي او في القاع بتاع الصينيه. عندي هنا بطاطس شرايح، فلفل الوان. خدي حبه من الخلطه الجميله كده ضيفيها على البطاطس. مش عايزه اقول لكم بقى هتبقى الوصفه دي جميله ازاي وتحفه ازاي وروعه ازاي. ولما ينزل بقى الصوص اللي بينزل بقى من السمك ده عليها، مش عايزه اقول لكم على جمال. ادعكي بقى كده السمكيه وخليها جميله جدا وشربيها من الحاجات دي. الدعكه بتاعت السمكيه دي بتفرق جدا جدا جدا. الاكله الجميله بتاعت ستات بقى اللي بتشتغل ممكن تعملها من قبلها بيوم، وتخليها كده بالبطاطس بحالها كده، تخليها في التلاجة وتخليها وتسويها تاني يوم، تطلعها على السوا بس تدخلها الفرن هتطلع معاها جميلة. وممكن تجيب السمك ده وتفرزيه بالخلطة بتاعته زي ما هو كده، وتطلعي السمكية وهي متفرزة يا دوب تفك كده وتسويها. انا بديكي الفكرة عشان خاطر تنفذي وتطلع معاكي جميلة. طبعا زي ما قلت لك الدعكه دي بتفرق في السمكيه، بتشرب بقى اللحمه بتاعتها، بتشرب بقى من العصاره اللي موجوده في الخضار، وبتطلع تحفه وروعه، مفيش احلى من كده. واملي بقى الحاجات اللي احنا عاملينها دي كلها، التفتحات دي كلها امليها ودخلي فيها كده. سيبيها حوالي 3 ساعات كده، لو انت هتسويها في نفس اليوم 2 ل3 ساعات تشرب من التتبيله دي وهتطلع معاكي روعه. بصراحه اللحم بتاع السمك ده كان شرب من التتبيله، مش عايزه اقول لكم على جماله وعلى حلاوته. هكمل بنفس الطريقه كده، وادي صينيه السمك بتاعتي الجميله، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. زي ما قلت لك تقدري تغلفيها كده وتشيلها في الفريزر. طبعا دلوقتي عندك بقى شرايح ليمون، ضيفي على الوش كده شرايح الليمون بتطلع جميله. والزيوت العطاره اللي في الليمونه اصلا لما بتدخل الفرن بتنزل على السمكيه كده، بتخليها روعه روعه روعه. الليمون ده في السوا، الليمون اصلا فيه زيوت طيار. طيب دلوقتي لو انت الفرن بتاعك حامي وسخن قوي، دخلي الصينيه زي ما هي. الفرن بتاعك ناره هاديه شويه، لا غطي الصينيه شويه مده 5 دقايق مجرد ما تغلي، وبعد كده تشيلي الغطا من عليها وتسيبيها تكمل السوا بتاعها. طبعا دلوقتي انا هغطي الصينيه بتاعتي بورق الومنيوم عشان عايزاها تستوي معايا تمام قوي مع البطاطس. كمان القمره بتاعت السمك دي بتخلي لك السمك اصلا هو ما بياخدش سوا، بس بتخلي البخار ينزل يسويها بسرعه ويسوي معانا البطاطس، وتطلع البطاطس دايبه دوب زي ما شفتوها كده. هناخدها وندخلها الفرن وهنوريكم شكلها دلوقتي هتطلع معانا، والنتيجه هتبقى خيال. ادي السمكيه بتاعتي طلعت زي ما انتم شايفين كده جميله ولا اروع، لسه مطلعاها من الفرن، مفيش احلى من كده، بتتكلم عن نفسها. والبطاطس دايبه دوب بقى، والصوص اللي نازل كده من السمك مش عايزه اقول لكم مع تتبيله الخضار اللي احنا عاملينها، حاجه كده روعه، حاجه كده تحفه. مفيش احلى من كده ولا اروع من كده. تقدري تقدمي السمك بتاعك ده تكليب العيش جميل قوي قوي قوي، تحفه. مفيش احلى من كده مع طبق سلطه بلدي كده. طبعا انا عملت كده شويه رز حلوين كده مفلفلين عشان ولادي بيحبوا الرز، وعملت طبق بابا غنوج كده جميل، وعملت رز عندي وطبق سلطه كده. والاكله بتاعتنا بقت جاهزه. ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب كده عشان قناتي تكبر بيكم، وتعملوها وتجربوها. ومع ألف سلامة، باي باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غاليين.